عاملين ايه؟ وحشني جدا. انا بقالي كتير ما بجيش النادي، معلش بقى كان عندي مذاكرة كتير قوي الفترة اللي فاتت. ما كنتوش بتلعبوا معايا عشان موضوع الفيديو برضو صح؟ البنات في النادي كانوا بيجيبوا سيرتك كتير، بس احنا بنحبك. هي الناس ما عندهاش حاجة تسليها غيري ولا ايه؟ بعد اذنكم يا بنات. اتفضلي يا نورة، مستنيينك. هي راحت فين؟ تمارا، تمارا. الحقوني! ايه ده؟ الحقيني يا نورة، أنا اتعورت. اهدي مفيش حاجة، ما تقلقيش. أنا مريضة هيموفيليا، يعني لو ما رحتش المستشفى وأخدت حقنة حالا هفضل أنزف لغاية ما أموت. ما تخافيش، أنا مامتي دكتورة، هكلمها وتقولنا نتصرف ازاي. ردي يا ماما، ردي والنبي. مفيش وقت نكلم حد، وديني المستشفى. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ساعدنا يا عمو أرجوك، لازم نروح المستشفى. انتي كويسة؟ أيوة، الأمن جابنا أقرب مستشفى. طمنا يا دكتور. هي نزفت جامد ومحتاجين متبرع بفصيلة دم A نيجاتيف اللي للأسف نادرة. طب كلمتوا أهلها؟ أيوة، وهم جايين في الطريق. مطلوب متبرع حالا بالدم من فصيلة نادرة وهي A نيجاتيف. أرجوكم في أسرع وقت. البوست بتاعك هو اللي عمل كل ده؟ تقريباً. يا رب يلاقوا فصيلة دم تمارا. نورة، إحنا مش بس لقينا فصيلة دم تمارا، إحنا كمان لقينا متبرعين بالدم من فصايل تانية عايزين يبقوا سبب في إنقاذ ناس تانية. حقيقي شكراً. طب هي تمارا كويسة؟ الحمد لله. أقدر أشوفها؟ شكراً يا نورة إنك أنقذتي بنتي. أنا ما عملتش حاجة يا طنط، الحمد لله على السلامة. أنا آسفة يا نورة، أخدت السكيت منك من غير ما تعرفي، أنا كان نفسي بس ألعب بيه. الحمد لله إنك كويسة. لما تخرجي من المستشفى لازم نبقى أصحاب ونبقى نلعب أي حاجة بقى غير السكيتنج. يعني مش هتخافي تخرجي معايا؟ بالعكس، ده أنا هفرح جدا. أنا حقيقي فخورة بيكي يا نورة. بس أنا لسه في حاجة عايزة أعملها، ممكن تستنيني دقيقة؟ عايزة تعملي إيه؟ هتشوفي حالاً. ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزة أطمنكم على صاحبتي، هي بقت كويسة دلوقتي والحمد لله. عايزة أشكر كل واحد كلف نفسه وجه لحد هنا واتبرع وخلى تلاجات الدم في المستشفى مليانة بكل الفصايل. وبسبب اللي حصل النهاردة أنا مطمنة إن بعد الشر لو أي حد هيحصل له مشكلة هيلاقي أيادي كتير هتساعده وهتتبرع له. مع السلامة، أشوفكم على خير.
برافو يا نورة، أنا فخور بيكي قوي. تربية جدتها. مالك يا نورة، انتي متضايقة ليه؟ أنا عمري ما فكرت إن السكيت اللي أنا بلعبه وقت فراغي غيري نفسه يلعب بيه ومش قادر. أنا زعلانة إن تمارا بتحب السكيت بس مش هينفع تلعب بيه. حبيبتي، الدنيا فيها امتحانات كتير بتواجهنا، وتمارا والدتها قالت لي إنها شاطرة في حاجات تانية زي السباحة اللي تناسب حالتها، وهي واحدة واحدة هتحب الحاجة اللي هي متميزة فيها أكتر من أي حاجة تانية. أنا دخلت المطبخ النهاردة مخصوص وعملت لك الكيكة اللي انت بتحبيها. بجد؟ الله يا تيتا! هنكرم النهاردة الطالبة نورة خالد لأنها كانت السبب في إنقاذ حياة بنت تانية. فاكرة يا ميس السر اللي قلتلك عليه بتاع الحلم؟ طبعاً فاكراه. أنا حاسة إن تكريم النهاردة ليه علاقة بتفسير الحلم. طب مش يمكن ده جزء صغير بس من التفسير؟ إزاي؟ يعني الحلم كان فيه مسرح وجمهور وناس بتتخانق وعايزة توقعك. واضح إن انتي بعد اللي حصل ده هيبقى ليكي معجبين وجمهور وناس عايزاكي فوق وناس عايزاكي تحت. يعني أنا المفروض أعمل إيه؟ انتي مش ملاحظة إن الدنيا من أسبوع اتقلبت عليكي، والأسبوع ده قلبتي الدنيا ليكي؟ دي لعبة السوشيال ميديا يا نورة، وده الوقت اللي المفروض زي ما عرفتي تغيري الموازين في صالحك تفكري في طريقة تنفعي الناس بده. فاكرة أما كنتي بتقوليلي نفسي أبقى جزء من اسمي وأنور للناس طريقهم؟ أيوه فاكرة. فرصتك جاتلك يا نورة. الناس اللي بقت تتابعك أكيد مستنيين منك حاجة مفيدة تنورهم. دوي يا نورة. يعني إيه دوي يا ميس؟ دوي دي كلمة باللغة العربية، يعني سمعي الناس صوتك. صوتك عظيم، هيطلع من هنا وهيرج الدنيا وهيعمل دوشة في الهوا ويرجع لودان الناس تاني. الله يا ميس، المعنى حلو قوي. أنا بس مش عارفة إيه نوع الحاجة المفيدة اللي أنا بعرف أقدمها. فكري، شوفي نورة بتعرف تعمل إيه وعرفت تعمل إيه. نورة قدرت تساعد جميلة وتمارا، يعني أكيد عندها حاجة. هفكر. شكراً يا ميس إنك دايماً بتحاولي ترتبي أفكاري. شكراً ليكي إنتي إنك بتشاركيني بيها. ممكن أقولك حاجة؟ طبعاً. أنا حاسة إن يوسف محبنيش. بالعكس، ده حبك جداً. أمال ما كانش بيبصلي ولا عايز نلعب معاه ليه؟ يوسف ربنا خلقه عنده مشكلة في السمع، علشان كده ما يقدرش ينتبه ليكي، بس مع الوقت والعلاج المشكلة دي إن شاء الله هتتحل. أنا آسفة يا ميس، ما كنتش أعرف. أسفة؟ أسفة ليه؟ يوسف طفل جميل وذكي وموهوب وهيبقى بطل، وهيحبك أكيد أما يكبر ويشوفك ويسمعك على السوشيال ميديا. فكري يا نورة في اللي قلناه. انتي لسه زعلانة مني؟ بصي يا يارا، أنا ساعات ببقى مش فاهمة تصرفاتك. معاكي حق، ساعات ببقى غلسة، بس والله انتوا صحابي وبحبكم قوي. طب أنا عارفة هصالحك ازاي. خلاص يا يارا، حصل خير. في سر عرفته، بس احلفي ان انتي مش هتقولي لحد. أكيد مش هقول. انتي عارفة ان نورة هي اللي زقت تمارا فوقعت؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ مستحيل نورة تعمل كده. للأسف هي عملت كده. ما انتي عارفة ان تمارا وقعت بالسكيت بتاع نورة. فعلا، ده نورة نفسها قالت لي كده. عشان كده هي قررت انها تصلح غلطها بالبوست اللي هي عملته. وسام على صدرها لسه للدنيا طالعة ومعاها الصبح طالع
شعرها. ونورة شايلة ايه في محارة قلبها؟ أفراح وحنان وطيبة وأحلام من سنها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها، رقيقة بس جريئة وواثقة في نفسها. عارفة هي مين وهي رايحة فين، وعارفة ازاي هتحفر عالصخر اسمها. العالم كله ورد وهي فل، ما يسوى نص ضحكة حلوة منها. بنت من البنات مصرية واسم مصر، وسام على صدرها،